ازاي وصلت للبي تمام. انا اول حاجه عملتها خالص ان نزلت اخد كورس مع محاضرين، وان هو بحس ان في الاول لازم يبقى معانا حد يدربنا او يوجهنا صح. فانا اخدت كورس عند المستوى السابع. بعد كده قدمت على تحضير دلف بي وفعلا كورس التحضير ده هو اللي خلى المستوى بتاعي بي وان انا اجتزته في الامتحان بتاع دلف بي الكورس ده مهم جدا بتاع التحضير، ان هو ايه، بيخليك تشتغل على 4 مهارات، وبيخليك بتتطور، بيعرضك لمواضيع كتير، بتاخد فوكاب كتير، بتعرف تتكلم اكتر. وبعد كده الشغل بقى اكتر مع نفسي بعد ما خلصت الدلفي بي قررت ان انا علشان انتقل للبيدو ان انا اشتغل على نفسي. اشتغلت على نفسي ازاي؟ ان انا اسمع كتير جدا بودكاست، اسمع فيديوهات، اتابع ناس بلوجرز يوتيوبرز فرنسيين بيتكلموا عن يومهم، حتى اعرف يعني اعمل شادوينج، ان انا اعرف انطق كويس وان انا اعرف اتكلم. بدات اخد كورس محادثه، حاولت ان انا اكتب مواضيع، فحاجات كتير جدا. طيب المصادر والحاجات دي كلها ممكن تلاقوها فين؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات كلمه لينك. عملت فيديو كامل عن المواضيع دي كلها، هبعت لكم الفيديو، واتمنى بجد يفيدكم. بس كده، سلام.